يا صباح النشاط والحيوية والتفاؤل. يلا بقى قومي كده بلاش كسل، اعملي لهم حلة محشي محترمة علشان تدفيهم في الجو الساقع ده. معايا هنا بصلتين كنت حمرتهم، وكان عندي عصير طماطم نزلت بيهم. بهاراتي بقى مرق الدجاج وملح وفلفل وكمون وكزبرة وسبع بهارات وبهارات محشي، من كل حاجة معلقة كبيرة. تمام. وما ننساش حبة سكر وحبة نعناع كده مفرومين عشان يدونا طعم وريحة للمحشي بتاعنا، يخلوه حلو قوي. قلبي بقى التسبيكة بتاعتك دي في البهارات وسيبيها كده تغلي شوية على نار هادية، واغسلي الرز بتاعك. وهنا كنا سالقين الكرنب، وكنت مورياكم طريقة السلق قبل كده في فيديو تاني. انزلي بقى بالتسبيكة. واحلى تركاية هتعمليها في المحشي بتاعك ده هتخلي طعمه حكاية. ابشري بصلاية مع حبة طماطم، معاهم ملح وفلفل، ودعكيهم كويس قوي، وانزلي بيهم على الايه، على الحشو كده وانت بتحشي. هتخلي ريحة المحشي وانت بتسويه ده واصل لاخر الشارع. هتقولي انا ما دقتش محشي زي ده قبل كده. هيبقى تحفة. حشينا بقى المحشي بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، والبتنجان اهو والكوسة والفلفل حشيناهم برضو. اهم حاجه وانت بتحشي البتنجان والكوسه برضو ما تمليش ايه، ما تكبسيش قوي الرز فيهم علشان ما يبقاش ايه ناشف لما تيجي تسوي ويطلع بره الحله. تمام. هنا بقى هنبدا نسوي. هنسوي ازاي بقى يا ام جنه؟ اهم حاجه في البتنجان والكوسه ديت ما نزودش الميه لاخر الحله، يا دوب بس لنصها، ويا دوب تغلي غلوتين، ووطي عليها خالص لحد ما يستوي على نار هاديه. والكرنب بتاعنا طبعا لحد قبل السطر الاخير تكون الشوربه بتاعتي. انا هنا كنت عامله بميه وحاطه عليها معلقه من التسبيكه اللي انا كنت عاملاها للمحشي، ومظبطه بقى ايه البهارات بتاعتي عليها. كان تحفه. وعملت بقى ايه جنبيهم كده شويه بانيه كده متحمر، كان جميل قوي. وادي صباع المحشي بتاعنا، بصوا طالع، بصوا الصباع عامل ازاي. طعمه بقى كان جميل، والا ريحته لما كان بتستوي. جربي التركيه بتاعت البصلايه والطماطمايه ديت، هيعجبك قوي. يا رب يكون الوصفة عجبتكم. ما تنسونيش بقى بالشير واللايك، ما تبخلوش عليا، ما تنسونيش بقى بالشير واللايك والاشتراك عشان يوصل لكم في كل فيديوهاتي. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة، باي باي.